معانا دكتور محمد المصري، ممثل النقابه العامه للعلاج الطبيعي في مصر. اهلا بحضرتك يا دكتور. يا اهلا وسهلا يا فندم. في البدايه يا دكتور كنت حابب اعرف توقعات حضرتك عن مؤتمر النهارده. والله انا ده ثالث مره احضر مؤتمر سوهاج، ويكفيكم ان انتم تعرفوا ان سوهاج اول محافظه في الصعيد، اول نقابه على نقابات الصعيد من اول الجيزه لغايه الاقصر تعمل مؤتمر خاص بالعلاج الطبيعي. وانا حضرت الثلاث مؤتمرات بتاعتهم، مؤتمراتهم ناجحه جدا جدا جدا، وحاجه تشرف بصراحه ربنا. ودي احنا بدانا نقول بقى ايه للنقابات الفرعيه الاخرى، يعني خدوا نفس الحزب بتاعهم، ولذلك بدات بعديهم اسيوط وداخله هنا شويه بني سويف، واخد بال حضرتك، وربنا يكرم يا رب ان شاء الله. عايزين من حضرتك بس نصيحه ذهبيه كده للناس اللي داخله علاج طبيعي جديد او الناس اللي داخله لسه مجال سنه اولى مثلا. يا اهلا وسهلا بيهم، شرفتونا طبعا ان انتوا دخلتوا العلاج الطبيعي. انا من عشاق العلاج الطبيعي، وانا ما باخدش العلاج الطبيعي كمهنه، ولكن انا واخدها كهوايه، يعني هوايتي المفضله العلاج الطبيعي. انا ما دخلت العلاج الطبيعي كنت داخله مجموع، وانا خريج 77 ما شاء الله. والمفروض ان انا لما دخلته كان معهد، فمر بقى بحياتي فيه من معهد لكليه، واول دفعه يطبق عليها سنه الامتياز. تمام. وعاصرنا العلاج الطبيعي من 70 بقى، ما كانش اللي انتوا وصلتوا له ده مجهود اتعمل، يعتبر مجهود خرافي. احنا زمان ما كناش بنفس الوتيره اللي موجوده دلوقتي، ما كانش حد يعرفها، وكنا استاذ ومدرس ومينا وبتاع والهباب وازرق ده، ولكن الحمد لله بفضل ربنا وبفضل برضه محافظه سوهاج. ربنا في حضراتكم. الله يخليك. انا اول تكليفي كان في سوهاج، وكنت لوحدي بس في سوهاج، وكان في عدد كبير جدا من التمريض. كان زمان في حاجه اسمها تمريض تدليك وكهرباء، وكان في اللي هو الطب الطبيعي اللي اتقلب بقى روماتيزم وتاهيل دلوقتي. مظبوط. النصيحه اللي انا انصحها لكم وانتوا لسه داخلين مجال العلاج الطبيعي، اقرا كويس، حب المهنه، احترمها. معنى ان يبقى في حضرتك هجوم عليك او من روماتيزم وتاهيل او من بعض الاطباء، الهجوم اللي عليك ده يدل ليك ان انت مهنه عاليه قوي قوي قوي، وكله بينافسك فيها ومش عاوز يوصلك اللي انت تبقى زيه، فمش عارف يجيبك فبيهاجمك. انما انت واقف على ارض صلبه جدا. هو الطب اللي جاي فيه ما بعد، النهارده في امريكا بيشخصوا وبيكتبوا البرامج بتاعتهم. النقابه في مصر الحمد لله واقفه صلبه جدا جدا في اتخاذ بعض القرارات. النهارده بقى في سجل في النقابه، لان احنا بنتجه او عاوزين نتجه دلوقتي الى ان يبقى اخصائي العلاج الطبيعي او ممارس العلاج الطبيعي بياخد تخصص معين، فبدل ما تبقى مركز علاج طبيعي بيعالج كل حاجه في مجال العلاج الطبيعي، لا بقى النهارده عاوزين نعمل مركز علاج طبيعي لامراض صحه المرضى، مركز علاج طبيعي للجراحه، مركز علاج طبيعي للمسنين، مركز علاج طبيعي للاعصاب، مركز علاج طبيعي للاطفال. وفي تخصصات دخلت زي الاي ام جي. نقابه الاطباء رفعت قضيه عشان احنا ما نشتغلش الاي ام جي، وقالت ان ده تشخيصي ومش من حقنا نشتغل، ولكن احنا دخلنا القضيه، قلنا ان احنا محتاجين الاي ام جي عشان خاطر نقدر. احنا بنعمل اسسمنت للعيان، ما بنكشفش، احنا بنعمل له اسسمنت. انا عايز اعرف التحسن بتاعي، فبعمل له اي ام جي عشان اشوف العضله وصلت لغايه ايه. فاهم قصدي؟ فاهم حضرتك. مشاكل الحوض بعمل اي ام جي عشان خاطر اعرف مستوى العضلات ايه، وهل في تحسن ولا لا. وهو اصبح النهارده مجال ممتاز جدا جدا. انا لو رجع بيا الزمن وجبت 100% مجموع خش علاج طبيعي. علاج طبيعي. وانا عندي بنتي علاج طبيعي تعمل ماجستير في العلاج الطبيعي ما شاء الله. وكل الاطباء النهارده جوه في الصاله هنا، لو دخلت قاعه كبار الزوار هتلاقي نقيب الاطباء عنده بنت علاج طبيعي. ما شاء الله. هتلاقي عضو نقابه عامه للاطباء بنته علاج طبيعي، تلاقي مدير مستشفى طبيب بنته علاج طبيعي. خدت بال حضرتك؟ مهنه جميله، حافظوا عليها، ادرسوها صح، تعلموها صح، وهي مهنه ممكن اول ما يجيلكش تكليف تفتح عياده تشتغل كويس جدا جدا جدا، سوق مليان. هي دي النصيحه اللي انا انصحها. طيب معلش حاجه برضو، الدفعات الاكبر مننا الدفعات الخريجه لسه خريجين الجداد، الخريج الجداد يخش ما يبصش للماده قبل ما يبص ان هو يبقى محترم في السوق، وما يتجهش اتجاه بقى مش بتاعنا، مع احترام الشخص يعني. انا ليا مجال تغذيه علاجيه، ولكن ما تعداش اصولي في التغذيه العلاجيه. انا مجالي في استخدام الليزر. كويس. ما اخشش بقى على الامراض الجلديه وتجميل وبتاع، ده مش بتاعنا. احنا معانا مهنه يكفيك ان انت بتقوم واحد محبط عنده شلل عنده الى اخره، بترجعه لحياته الطبيعيه تاني. ممكن بيبقى في بعض الدفاعات، انما بنرجعه للحياه تاني. دي بتسعدك انت شخصيا، فبلاش نخش في السكك يعني. بلاش
بلاش ابص للماده قبل ما ابص انشئ نفسي ازاي في السوق. تمام يا دكتور. بس والله يا دكتور انا انبسطت خالص بحضرتك، وشكرا الله جدا على الوقت يخليك. الثمين ده. الله يعني يخليك. حد تحت يعني انا أمرك. اتشرفت خالص بلقاء ده انا اللي حضرتك والله. اتشرفت بيك الله والله. يكرمك يا رب يا دكتور. ونصيحه ليكم كلكم يعني انشروا بين زمايلكم كده التفاؤل. اكيد طبعا يا دكتور. بس شكرا خالص لحضرتك العفو والله، يا اتشرفت فندم. خالص بحضرتك. ربنا يكرمك. العفو. شكرا يا شكرا فندم. حضرتك. شكرا شكرا جزيلا. حضرتك. شكرا.